أصدقائي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، ويا رب دايما متجمعين وموجودين مع بعض. جايب لكم النهاردة قصة ظريفة لطيفة جميلة. بس قبل ما نعرف الحكاية بتاعتنا ايه، أتمنى تعملوا اشتراك في القناة علشان نكبر مع بعض بسرعة. ويلا بينا نبدأ الحكاية. وحكايتنا بتبدأ في عصر مملكة جوسون من مئات السنين، ودي كانت مملكة كوريا القديمة اللي بيحكمها ملك شديد جدا وجبار جدا جدا. في اللقطة دي بنشوف مجرمة اسمها جونج اتمسكت وجابوها متكتفة قدامه، والملك بكل جبروت حكم عليها بالموت. ليه يا ترى؟ علشان جهزت اكل خرب طعم بقه وما عجبوش. تخيلوا، اكل ما يعجبهوش فيحكم عليها بالاعدام. بس بما ان جونج هي مسؤولة المطبخ الملكي، مولانا الملك قرر يديها فرصة اخيرة، لا اما تنجد رقبتها لا اما يخلص عليها. والملك بأمرها هو عائد حواجبه بيقول لها هتطبخي لي اكل جديد كل يوم ومفيش صنف يتكرر، ولو لقيت اكلك وحش في اي يوم من الايام هطير رقبتك في نفس اليوم. وده اختبار كبير علشان تثبت موهبتها وتثبت انها طباخة شاطرة واشطر من لينجويني في الطبخ بمراحل كتير. هنا جونج بتكشف سر بيقلب الموازين، وبتقول ان هي اصلا مش من العصر ده ولا من الزمن ده، دي شيف مشهورة جدا وزمانها الاصلي هو سنة 2025، يعني السنة اللي فاتت بالظبط. وفلاش باك سريع بيرجعنا لسنة 2025 علشان نقابل جونج في عصرها الحديث، وبنعرف انها شيف موهوبة جدا ولسه كسبانة برنامج طبخ كوري مشهور جدا بسبب اكلها الفرنسي المميز. المكسب ده فتح لها طاقة القدر وجاب لها فرصة احلامها انها تشتغل رئيس الطباخين في مطعم 3 نجوم في قلب فرنسا. طبعا لازم تحتفل وقعدت تشرب وتتبسط، وتاني يوم كلمت ابوها في التليفون علشان تفرحه بالخبر السعيد. ابوها طار من الفرحة، ولانه عارفها بتحب التاريخ جاب لها كتاب هدية من عصر جوسن الكوري القديم، اللي هو نفس العصر اللي بدأت فيه الحدوتة لو لسه فاكرين. فوهي بنتنا راكبة الطيارة ومسافرة على فرنسا، قعدت تقرا في الكتاب والناس كلها حواليها بتبص من الشبابيك علشان تتابع ظاهرة كسوف الشمس. وبالصدفة واحد معدي كب كوباية قهوة على الكتاب، وجريت بسرعة على حمام الطيارة علشان تنظفه. فوهي بتمسح الورق لقت صفحة بتتكلم عن أكلة قديمة ومشهورة، والصفحة اللي بعدها للأسف كانت مقطوعة، بس مكتوب في آخر السطر لو بتقرا الكلام ده تعالالي بسرعة يا حلو. بره الطيارة الشمس والقمر بلعوا بعض في الكسوف، وفجأة جونج الشيف المودرن لقت جسمها بيترفع في الهوا جوه الحمام، وواضح ان دي لعنة. ويا ساتر يا ساتر على اللي بيحصل للبنية. الكلمات المنورة طوقتها وسحبتها لبرطمان الزمن وسافرت بيها عبر العصور علشان تلاقي نفسها بتقع من السماء وبتتكعبل في شبكة صيد حيوانات في غابة مقطوعة. من خضة الموقف والصدمة أغمى عليها وما بقتش دريانة بالدنيا. وفي نفس الوقت المحير ده الملك القاسي كان طالع رحلة صيد في نفس الغابة. الملك كان جواه غل وغضب السنين، وهو بيفتكر ازاي امه اتنحت عن الحكم وهو صغير، علشان كده ساب القصر وطنش طقس ملكي مهم جدا، والبلد كلها كانت واقفة على رجل بسببه. جدة الملك قاعدة في القصر حاطة ايديها على خدها وقلقانة، لان الصيد يوم الطقس ده يعتبر شؤم وممكن الملك يموت فيها بسهولة جدا. طبعا دي عاداتهم وتقاليدهم والاعراف القديمة بتاعتهم اللي بتقول كده، وعلشان كده الجدة مؤمنة بيها. بس الملك دماغه ناشفة ومش مؤمن بالطقوس دي، وشايف انها بتفكره بيوم خلع امه بس، وان ده كان يوم شؤم عليه هو شخصيا. الملك وهو بيصطاد غزال وعايش اللحظة، الحارس بتاعه حذره وقال له يا مولاي كسوف الشمس ده علامة غضب من الآلهة، والوضع هنا مش مريح، خلينا نرجع القصر. والحارس بيجود من عنده وبيقول له لو ما رجعتش القصر فورا هتبدأ تشوف أشباح ستات بتطاردك، وده فال شؤم بصراحة يا مولاي وحاجة مش كويسة. الملك طبعا كركر من الضحك وقال له بطل خرافات وإشاعات. وفي نفس اللحظة دي جونج بدأت تفوق وهي لسه متعلقة في الشبكة وصاحية مش فاهمة حاجة، وطلعت تليفونها تدور على أي شرطة شبكة علشان تطلب نجدة، وقعدت تصرخ الحقوني الحقوني أنا وقعت في شبكة صياد. البنت جالها ذهول، أنا مش كنت في حمام الطيارة ورايحة بغيه؟ وإيه اللي جاب القلعة جنب البحر وحدفني في الغابة؟ وقعدت تولول وتندب ومش دريانة بالدنيا. وفي اللحظة دي الملك لمح ثعلب بيجري، راح ساحب القوس بتاعه وضرب سهم، والسهم جه يدوب جنب ودن جونج، وضرب سهم تاني فقطع حبل الشبكة، والبنت هبدت في الأرض واتحررت. وبنتنا استخبت ورا شجرة وقعدت تزعق الثعلب جري هناك يا عم الحاج، ما تضربش عليا أنا. الملك طبعا ما سمعهاش، فطلعت له هي على آخرها وقالت له
انت مجنون يا جدع انت ولا ايه؟ حد بيضرب اسهم على الناس بالشكل ده؟ الملك تنح وتنحنح لما شاف لبسها المودرن الغريب، وضرب السهم وكان عايز يخلص عليها لانه افتكر كلام الحارس بتاعه لما قال له ان في جنيات وعفاريت ممكن تطلع له دلوقتي. جونج طلعت تجري لحد ما وصلت على حافة مكان عالي وسحبت صاعق الكهرباء اللي في شنطتها علشان تدافع بيه عن نفسها. الملك زعق بهيبة وقال لها انت مين وشياطينك ايه؟ وردت عليه بنتنا بثقة انا انسانة يا بني ادم، انسانة زيك بالظبط، بس واضح ان انا تهت عن المكان اللي انا رايحاه. الملك ترجمها انها بتهينه وافتكر كلام الحارس وجاله تهيؤات انه بيشوف شبح واحدة ست. والملك ما كدبش خبر وفي ثانية طير سهم ضرب شنطتها وقعها في حفرة، بس الحمد لله بنتنا طلعت سليمة. وقامت تنفض هدومها وصرخت وقالت له انت عقلك طار منك ولا ايه؟ هي هبت منك؟ انت عارف انا مين اصلا؟ والله لا اعمل لك محضر في البوليس، وعندي اصحاب محامين هيسحلوك وهيعرفوك مقامك تمام. الملك بص لها باستغراب وقال بوليس وسجون؟ ايه اللي بتقولي عليه ده؟ البنت دي مجنونة ولا حاجة؟ وحط السيف على رقبتها وفجأة سهم غدر جه من ورا وضرب كتف الملك، والملك اتألم واختل توازنه ووقع في المية هو وجونج مع بعض. بعد شوية حراس الملك وصلوا المكان وقعدوا يقلبوا الغابة عليه، وفي لقطة تانية بنشوف شنطة جونج متعلقة على شجرة، وجونج صحيت من الإغماء ولقت الملك غرقان في دمه ومجروح، وصعب عليها وقررت تساعده وقعدت تفتش في جيوبه علشان تلاقي تليفون وتطلب الإسعاف، بس طبعا هدوم الجماعة بتوع زمان دي ما فيهاش حتى جيب سري. الملك فتح عينه لما شافها بتفتشه، افتكر انها بتكمل عليه وعايزة تقتله، فراح طعنها بالسيف في كتفها وبدأ يهاجمها بغشم، بس جونج بذكائها ضربت رجله بالعصاية وخطفت السيف منه وقالت له انت بتتعامل بغباوة ليه كده؟ هو انتوا بتصوروا مسلسل تاريخي؟ ومين هنا المخرج اللي مسؤول عن اللوكيشن الغريب ده؟ الملك ما كانش بيهزر وعينيه كلها شر وعايز ياخد السيف بأي طريقة علشان يقتلها، بس جونج لعبتها صح، وبحكم انها شيف ومتمكنة جدا من مسكة السكاكين وقفت له الند للند وقعدت تبارزه. وهم بيتصارعوا سكينة جونج خبطت الملك خبطة جابت أجله وخلته يغمى عليه تماما، وجونج استغلت الفرصة وربطته في شجرة وقعدت تغزه بعصاية علشان يفوق وهي بتقول له انطق انطق واتكلم، عايز تقتلني ليه؟ الملك رد وهو فاقد الأمل وقال لها علشان انت شبح وساحرة شريرة. بنتنا ضحكت بسخرية وقالت له شبح في عينك، أنا شيف يا بابا، شيف ومثقفة كمان ومشهورة جدا في كل كوريا. وبقول لكم ايه يا أصدقائي، طالما وصلنا لمحطة الشيف والطبخ ما تنزلوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القناة وما تفوتكمش الوجبة الدرامية الدسمة دي، ويلا بينا نرجع لقصتنا. فبتقول له شبح في عينك، أنا شيف يا بابا، شيف ومثقفة كمان ومشهورة في كوريا كلها. في الوقت ده الكاميرا بتاخدنا علشان نقابل شخصية جديدة اسمها ماشجو، ودي بتبقى عشيقة الملك أو المحظية بتاعته. الخدامة بتاعتها دخلت عليها تفرك إيديها وقالت لها إن الملك مرجعش من الغابة والليل ليل والجو ضلم، ودي حاجة شكلها مش ظريف. وطبعا طقوس ماشجو هي كمان وقفت وبقت في الهوا. وهنا الفلاش باك بيعرفنا إن أم ماشجو كانت بتدير بيت سيء السمعة وباعت بنتها لراجل غني بقرشين قليلين جدا، ومن كتر الغل ماشجو قتلت الراجل ده واترمت في السجن وراحت ورا الشمس لحد ما ظهر لها راجل اسمه جايسون، وجايسون ده دخل عليها السجن وهي افتكرته جاي يلعب بديله معاها، بس فاجئها وقال لها انه العدو اللدود للملك وانه هيساعدها تهرب وتخرج من السجن بشرط واحد، انها تسمع كلامه وتنفذ اوامره بالحرف. وهي طبعا وافقت على طول. ودلوقتي بقى ماشجو قاعده مرعوبه ليكون جايسون غدر بالملك وعمل له حاجه وهم في الغابه مع بعض. وبنرجع للغابه والملك بدأ يفوق وقال لجونج بنبره تعالي انا عطشان، انت عارفه عقوبه ان الملك يفضل عطشان ايه؟ طب بصي على الوشم الملكي اللي على كتفي ده علشان تعرفي مقامي كويس. جونج بصت على الوشم وضحكت وقالت له يا عم وشم زي ده مرسوم على كل حيطه في كل شارع في كوريا، ده ما يثبتش انك ملك ولا حتى غفير. بعد شويه جونج سحبته وودته البيت مهجور في وسط الغابه. الملك بص للمكان وقال ده الكوخ بتاعي، انا باجي استريح هنا لما بكون بصطاد. جونج قعدت معاه وبدأت تحكي له قصه تاريخيه قريتها في كتابها عن ملك قاسي ومفتري كان بياخد لقمه الغلابه ويقتلهم بدم بارد. الملك تنح لما سمع الحكايه وقال لها انت كده بتحكي قصتي انا بالملي وبتتكلمي عني، انت بتلسني بالكلام ولا ايه؟ ردت عليه ببرود وقالت له لا دي قصه قديمه قوي ومنسيه، دي من تاريخ جوسون القديم، انت هتهزر. وبعدها راحت مربطاه ومكتفاه في الكرسي ودخلت جوه تدور على اي حاجه تلبسها بدل
لهدومها المبلولة ولقت هدوم ناشفة على حبل غسيل فأخدتها. وفجأة سمعت كركبة وصوت جاي من الأوضة التانية وراحت تشوف في إيه بالظبط، وهوب طلعت لها بنت صغنونة اسمها جيل وهجمت عليها وقفشتها من رقبتها وقالت لها انت حرامية غسيل وهدوم باين عليكي. جونج حاولت تهدي اللعب وشرحت لها انها مش حرامية ولا حاجة، وسألتها هو احنا فين بالظبط يا شاطرة. البنت ردت عليها بتلقائية وبساطة وقالت لها احنا في عصر جوسون يا خالة. جونج ضحكت وافتكرت ان البنت مندمجة في دور المسرحية او الفيلم اللي بيصوروه في اللوكيشن اللي هم موجودين فيه. فبنتنا قالت لها طب بقولك ايه يا شاطرة، ما تساعديني الاقي شنطتي، التليفون بتاعي جواها وممكن اموت من غيره ومش هعرف اتصل بحد ولا اطلب نجدة. جيل لوت بوزها ورفضت وقالت لها تليفون ايه، انا بطني بتصوصو وجعانة، معاكي حاجة تتاكل ولا هتقعدي تتكلمي كتير. جونج هي كمان كانت عصافير بطنها بتصوصو فقررت تدخل المطبخ وتوريها الشغل على اصوله، ولقت شوية بيض وحاجات بسيطة وبدأت تجهز أكلة سريعة. وبما انها شيف عالمية طلعت طبق اكل ريحته تجيب اللي فاقد الذاكرة واخدت شوية وراحت للملك المربوط. الملك بص للاكل بشك وقال لها ايه القرف اللي جايباه ده، انت حاطه فيه سم علشان تخلصي مني؟ ردت عليه وقالت له سم ايه يا عم، سم ايه، سم في ركبك، الاكل نضيف وزي الفل. الملك صمم وقال لها وريني كده، كل انت الاول قدامي علشان اطمن، انا ما امنش لامي. جونج اخدت معلقه واكلت عادي جدا، وبعدها راحت مأكلاه معلقه في بقه، والاكل كان حامي ومولع شط نار، والملك وشه احمر وبدأ يصرخ ويجعجع ويقول لها يا ساحرة انت سممتيني بموت من عذابي. جونج اخدت معلقة تانية وقالت له انت شكلك خرع وطري جدا جدا. يا راجل اتهد بقى، دول شوية فلفل حر اصلا، انت فرفور ليه كده وعامل لي فيها ملك وانت خرع. بعدها جيل اكلت حتة وقعدت تصرخ وتنفخ هي كمان. والظاهر ان جماعة العصر القديم دول ما كانش ليهم في السبايسي والمشطشط ولا ليهم في الاكل الحراق خالص، بس من كتر الجوع اضطروا هما الاتنين يبلعوا الاكل الحامي ده وهم بيمسحوا دموعهم من اليأس والإحباط ومن شدة الصعوبة بتاعة الأكل. الملك وهو بياكل افتكر أمه الحنينة اللي كانت بتأكله بحب واهتمام وعينيه دمعت فورا. وبعد الأكل جونج وجيل جهزوا نفسهم علشان يخرجوا يدوروا على الشنطة الضايعة، وجونج حطت بطانية على كتف الملك علشان البرد، فجيل غمزتها وقالت لها يا بخت جوزك بيكي، انت مهتمة بيه قوي ومدللاه على الآخر. جونج برقت وقالت لها جوز مين يا بنتي، ده مش جوزي ولا اعرفه اصلا، ده واحد كان عايز يموتني وعايز يخلص عليا. بس الملك ما كانش نايم، ده كان بيمثل عليهم الاستغماية وكان مصحصح وفايق وسامع كل كلمة. وبالفعل اول ما البنات خرجوا الجنود بتوعه وصلوا البيت ده وانقذوه بسرعة. الملك قام ووشه وعيونه كلها غدر وقال للجنود انا شفت ساحرتين في المكان ده ولازم يتقتلوا الليلة دي، تقبوا وتغطسوا وتجمعوهم وولعوا النار في المكان ده واحرقوه. الجنود ما كدبوش خبر وولعوا النار في المكان ده وحرقوه ومشيوا وهم فاكرين انهم قضوا على البنتين. من الناحية التانية جونج كانت بتغسل ايديها على النهر وسألت جيل انت ايه اللي مقعدك لوحدك في الغابة دي وفين اهلك؟ جيل عينيها اتملت بالدموع وشرحت لها انها قريتها اتدمرت تماما وهي هربت واستخبت هنا علشان تنفد بجلدها. هنا جونج لمست الواقع وبدأت تستوعب ان الكلام بتاع البنت حقيقي 100% وانها مش في لوكيشن تصوير، وده نفس العصر القديم اللي كانت بتقرا عنه في الطيارة في الكتاب القديم اللي باباها اداهولها هدية. وبنتنا سألتها برعب ايه ده، يعني احنا بجد في عصر جوسون؟ فجيل ردت عليها قالت لها ايوه يا ستي هو بعينه ببلاويز سودا اللي عايشين فيها. وفجأة مزاج جونج اتقلب 180 درجة وجالها حالة هلع وقعدت تصرخ بأعلى صوت وتقول الحقوني النجدة يا ناس، هو الحقوني انا شكلي هموت هنا، انا لازم اسافر فرنسا عشان عندي شغل يا جماعة، انا مستقبلي بيضيع. جيل حطت ايدها على بقها بسرعة وقالت لها اسكتي الله يخرب بيتك، دول نفس الوحوش اللي بيخطفوا الستات وبيعذبوهم، ما ينفعش تنادي عليهم لأنهم كده هياخدونا وهيسجنونا. بس للأسف سبق السيف والعزل وكان الصوت وصل في ثواني وجونج وجيل ومعاهم شوية ستات تانيين اتكلبشوا واترموا في زنزانة ضلمة تحت الأرض. جونج ما كانتش بتسكت وقعدت تلاحق الجنود وتزعق فيهم يا خطافين يا بتوع العصابات، انا هكلم بتوع حقوق الانسان يجوا يبهدلوكم. والستات اللي معاها في الزنزانة اتفزعوا وقعدوا يزعقوا فيها وقالوا لها اخرسي وفكينا من لسانك ده قبل ما نتجلد كلنا،
انت هتضيعينا بكتر صريخك. بس هي ودن من طين وودن من عجين، وفي الاخر الستات اتغاظوا وربطوا بقها بحبل علشان تسكت. فجونج قعدت في الركن وهي مهدودة ودموعها نازلة ومش عارفة تعمل ايه في الموقف اللي هي فيه. البنت جالها احباط، لسه كسبانة اكبر برنامج طبخ ومستقبلها منور، وفجأة تلاقي نفسها مربوطة وسط الجواري وما بقتش قادرة تبطل تفكير في الملك وازاي هي بهدلته وهزقته في الغابة. اكيد لو قفشها مش هيرحمها وهيعلق رقبتها على باب زويلة الكوري. وبعد شوية الجنود فتحوا الباب وطلعوا كل الستات بره. وبفكركم تاني يا أصدقائي إن إحنا نعمل لايك وشير ونشترك في القناة علشان نفسنا نكبر بقى ونعدي 10,000 والدنيا تمشي معانا شوية يعني. وبنرجع تاني للقصة، وجونج همست لجيل وقالت لها هم هيعملوا فينا إيه بالظبط واخديننا على فين دلوقتي. جيل شرحت لها إنهم هيقسموهم مجموعتين، كل مجموعة هتروح تعمل شغلانة شكل على حسب السن والمواصفات. ولما جه العسكري يسأل عن السن، جونج قالت بكل ثقة عندي 27 سنة. جيل الذكية علشان ما تنفصلش عنها قالت وانا كمان عندي 28 سنة، رغم ان جيل باين عليها انها لسه عيلة صغيرة بس بتمشي الحال علشان يفضلوا مع بعض. وهو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. المجموعة الاولى اللي فيها البنات الصغيرين والحلوين اخدوهم جوه القصر لشغل خاص وخفي، اما المجموعة التانية اللي فيها الستات الكبيرة ومعاهم جونج وجيل بسبب سنهم المزيف فحدفوهم على المطبخ علشان يساعدوا في الطبيخ. في الوقت ده حراس الملك كانوا واقفين على النهر بيفتشوا على جونج وهم متأكدين انها هترجع هنا علشان تدور على شنطتها الضايعة. بس هنا لازم نوضح نقطة مهمة، الجنود اللي خطفوا الستات دول مش تبع الملك خالص، دول رجالة قصر المحافظ وملهمش علاقة بالقصر الملكي. وحارس ملكي جه جري وبلغ الملك وقال له يا مولاي عرفنا ان في حملة خطف ستات حصلت واكيد البنت اتودت لقصر المحافظ. الملك ابتسم ابتسامة خباثة لانه متأكد وعارف ان البنتين اللي بيفكرهم ساحرتين موجودين في وسط الستات اللي اتخطفوا، وعارف بالملي هيلاقي جونج فين ومفيش غير المطبخ اكيد هتكون موجودة جواه. والستات في مطبخ المحافظ قاعدين يقطعوا بصل ويطبخوا وهم مش عارفين الأكل ده رايح فين ولا لمين، لكنهم كانوا بينفذوا الأوامر وخلاص. وفجأة دخل عليهم مشرف المطبخ وهو بيصرخ وبيقول كل واحد يشد حيله، في ضيف تقيل ومهم جدا جاي القصر النهاردة ولازم تعملوا له أكل ملوكي وإلا هدمركم تماما. جونج رفعت إيدها وسألت بفضول مهني طب والضيف ده يحب ياكل إيه بالظبط علشان نظبطه؟ الراجل كشر في وشها ورفض يقول لها اي تفاصيل واعتبر ان دي فانتازية زيادة منها. بعدها بشوية دخل ابن المحافظ بنفسه وبدأ يهدد الستات ويقول لهم عايز اكل يجنن والا رقابكم كلكم هتطير، فاهمين ولا لا؟ ابن المحافظ لاحظ هدوء جونج فسحبها على جنبه وقال لها في السر المفتش الكبير وابويا جايين في السكة ودول بيبقوا اصحاب الملك القاسي شخصيا وكانوا بيتدربوا معاه على المصارعة والقتال، يعني لو ما طلعش اكل كويس انت عارفة ايه اللي ممكن يحصل لكم. وكمل كلامه برعب وقال لهم الاتنين دول معروفين بالجبروت والقسوة، والمفتش الكبير ده بالذات راجل ندل وحقير بيتعمد يوقع شعر راسه في طبق الاكل علشان يتبلى على الطباخين ويعدمهم للتسلية، انتوا فاهمين ولا لا؟ يعني باختصار ومن الاخر قتل طباخين كتير بالحركة دي، وانت بقى لازم تثبتي انك قد الشغلانة والا هياكلوا وشنا وهيكون مصيرك الموت زيك زي غيرك. جونج بصت له بثقة وما تهزتش ووافقت على المهمة فورا، بس حطت شرط واحد وقالت له لو نجحت والاكل عجبهم تسيب كل الستات دول يروحوا لبيوتهم ويتحرروا. ابن المحافظ وافق على الصفقة وراح مبلغ الستات بالبشرة والكل قعد يهلل وفرحان، والستات بدأوا يجمعوا المقادير ويشتغلوا بهمة، وابن المحافظ كان واقف بيبص عليهم من بعيد وبيضحك في سره وجواه الشر وهو بيقول مفيش حد فيكم هيطلع عايش، وجونج دي هتبقى اول واحدة فيكم هتطير رقبتها يا شوية بقر مش فاهمين اي حاجة. طبعا جونج وقفت وغمضت عينيها وهديت تماما وافتكرت نصايح ابوها وكلامه ليها عن اسرار الطبخ وبدأت تشتغل وتعتمد على غريزتها كشيف محترفة. وبعد شوية وصل المفتش الكبير وابوه للقصر بهيلمان كبير، والمفتش الندل ده قبل ما يروح لمكان الاكل عدى الاول على اوضة البنات الصغيرين اللي هي المجموعة الاولى اللي قاعدين مستنيين مصيرهم في رعب. بعدها طلع على السفرة بص لطبق اللحمة بقرف وزعق وقال ايه العك ده، انتوا
جايبيني هنا علشان تهنوني ولا ايه؟ فين الطباخ الغبي اللي عمل ده؟ جيبوهولي هنا فورا. رئيس المطبخ اترعب وامر الحراس يجروا يجيبوا كل الستات بره في الساحه، وجونج وقفت مستغربه وبتقول في سرها هو الراجل ده متخلف؟ ازاي بيحكم على الاكل من شكله من غير ما يدوقه حتى؟ فراحت واخده خطوه لقدام وقالت بنبره قويه يا فندم دوق الاكل الاول، ولو طعمه وحش وما عجبش جنابك اقطع رقبنا كلنا واحنا راضيين. المفتش الكبير هز راسه بخبث وقال لها ماشي هجرب، بس لو ما عجبنيش الدم هيبقى للركب يا حلوه. وجونج هزت راسها بالموافقه. وهنا المفتش التفت للمحافظ وقال له انا جايب لك هديه معايا، وراح امر جنوده يدخلوا بنت المحافظ للاوضه. المحافظ لما شاف بنته ممسوكه دمه غلي وبقى بركان غضب، بس كتمها في قلبه لانه عارف ما يقدرش يقف في وش المفتش الكبير. المفتش ابتسم وقال له بص بقى يا محافظ انا هدوق الاكل، لو طلع مش قد كده بنتك الحلوه دي هتبقى عشيقتي وتيجي معايا قصري ورجلي فوق رقبتها ورقبتك. طبعا المحافظ كان هيموت من الرعب، بس جونج كانت واقفه وحاطه في بطنها بطيخه صيفي وواثقه ان اكلها ملوش مثيل. المفتش الكبير وابوه بداوا ياكلوا، واول ما اللقمه نزلت في بقهم طعم الاكل سحرهم وخلاهم يتنحوا ومش عارفين ينطقوا بكلمه واحده من حلاوته. وكانوا هياكلوا صوابعهم ورا الاكل، بس كبريائهم ومنصبهم خلوهم مستحيين ومكسوفين انهم يطلبوا اكل زياده، ولانهم عارفين انهم لو مدحوا الاكل المفتش مش هيقدر ياخد بنت المحافظ معاه. فالمفتش الكبير قرر يكدب عيني عينك ورمى المعلقه وقال بقرف مزيف الاكل ده زباله وحش جدا. جونج صرخت في وشه وقالت له ده كدب وافترى يا فندم. المحافظ هنا جاب اخره وزعق في المفتش وقال له انت اللي كداب وندل، انا عمري في حياتي ما دقت اكل باللذاذه والطعامه والطيابه دي، انت بتقول كده علشان تتبلى وتاخد بنتي معاك. المحافظ سحب سيفه وكان هيطير راس المفتش، بس ابنه جري عليه ومسكه وهداه علشان ما تخربش الدنيا اكتر من كده. ورغم كده المفتش الكبير صمم واصر الجنود يعاقبوا الستات كلهم ويعدموهم، والحراس هجموا على جونج وكتفوها، وخلاص السيف هيترفع علشان يطير رقبتها وهي بتصرخ بأعلى صوتها وبتقول ما تقتلونيش انا ما عملتش حاجة غلط، الاكل طعمه تحفة والكل شهد بكده. وفي اللحظة الدرامية دي بالظبط الباب اتفتح ودخل الملك القاسي بنفسه وقال بس يا بابا وقف عندك انت وهو ومحدش يتكلم خالص. جرى يا عصام يا محمد يا نمر لم رجالتك دول وخدهم على جنب. الملك مشي بخطوات بطيئة لحد ما وصل عند جونج وبص للأكل وقال انت اللي عملت العظمة دي، وازاي اصدق انه لذيذ من غير ما ادوق؟ انا هكون اول واحد يدوقه طبعا بعد الناس اللي كالوا. واول ما نطق جونج برقت وعينيها وسعت لانها حافظة الصوت ده كويس جدا، ولفت وشها وبصت له واتصعقت لما لقت ان الملك هو نفسه الراجل اللي اتبهدل وكان مربوط في الغابة، وطلعت عينين اهله. عرفت انه هو بعينه وبنفس ملامحه، يعني يا نهار مش فايت وسواد حاطط على الكل. الملك بكل هيبة امر الحراس يجيبوا طبق الاكل وبص لجونج وقال لها دوق انت الاول يا شاطرة علشان نضمن انه مش مسموم. وواضح ان دي عادة الملك واللي فيه عادة ما بيبطلهاش، فعلشان كده لازم يطمن الاول ان الاكل بتاعه مش مسموم. جونج اكلت وبعدها هو سحب المعلقة واخد اول لقمة، وفجأة علامات وشه اتغيرت وجاله ذهول. الاكل طلع طعمه يجنن وعمره في حياته ما داق العظمة دي قبل كده، ونسي البرستيج خالص وقعد يخلص في الطبق وهو مبهور، وبصلها وسألها انطقي عملت العظمة دي ازاي قوليلي. جونج وقفت تشرح له وتفكله الشفرة بمصطلحات المطبخ الحديث. الملك انبهر واعترف بلسانه انها شيف متمكنة وما حصلتش، وبعدين سألها طب انت عندك كام سنة؟ ردت بعفوية وقالت له عندي 27 سنة يا مولاي. الملك برق وقال يخرب بيتك ده انت طلعت معاش من زمان وعجزت قوي، ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي يا ترى؟ ردت بملل وقالت يا فندم انا اصلا مش من هنا، انا لو قلت لك انا منين مش هتصدقني. وطت عليه وهمست في ودنه وقالت له بقول لك ايه، انا جايه من المستقبل والمكان ده مش مكاني، فارجوك حاول تطلعني من الورطه اللي انا فيها دي. الملك كركر بسخافه وقال لها بلاش كلام فارغ وخرافات، بس علشان يحمي رقبتها اعلن قدام الجميع انه اخدها للقصر بتاعه ومفيش مخلوق يمس شعره منها. وفي ثانيه حالة
جونج اتقلبت وبقت عايشة في الأمان، والمحافظ دخل على الملك وبدأ يلومه ويقول له يا مولاي انت بتنقذ الستات دول ليه؟ بلاش الطيبة الزيادة دي واحدة ما تلقش بجلالتك ولا عظمتك أصلا. الملك اتقمص ودق عرق الغضب في وشه وقال له انت جاي تقاوح وتتذمر علشان الدور جه على بنتك، لكن زمان لما مامي كانت بتتعذب وبتتبهدل انت كنت واقف بتتفرج وما حركتش صباعك حتى. وفي اللحظة دي بنشوف جونج وجيل اتنقلوا لزنزانة تانية جوه القصر، وجونج قعدت تفرك في ايديها وقالت لجيل بكرة الصبح هندخل القصر الكبير، بس انا لازم الاقي طريقة ارجع بيها لبيتي وللزمن بتاعي. جيل برقت فيها وسألتها وقالت لها هو بيتك فين بالظبط؟ جونج فتحت لها قلبها وقالت لها على السر وحكت لها وقالت بص يا ستي، طريق رجوعي الزمني متشفر جوه كتاب، والكتاب ده في الشنطة اللي وقعت مني فوق الجبل. وفي نفس الوقت بره الملك كان واقف في جنينة القصر وباصص للقمر ومهموم، وظهر له المفتش الكبير ووقفوا قصاد بعض وبدأوا يتخانقوا بالسيوف كنوع من التدريب، وده لأنهم كانوا أصحاب وشركاء سلاح من أيام الصبا. والملك وهو بينهج قال له أنا هاخد جونج معايا القصر علشان تطبخ لي، وباقي الستات هسيبهم يروحوا لحال سبيلهم. والملك كمل وقال بنبرة أسى كفاية كده، احنا لازم نوقف حملات قتل الستات دي، أنا ما بقتش طايق نفسي ولا راضي عن الجبروت اللي احنا عايشين فيه. المفتش الكبير بصله بشك وما بقاش فاهم في ايه بالظبط وايه اللي غير حاله، وبما ان الملك وعد انه هيحرر الستات لو اكل جونج طلع حلو، فجونج وجيل استغلوا الهيصة وفص ملح ودابوا وهربوا وطلعوا يجروا على الجبل. المفتش الكبير جري على الملك وبلغه قال له يا مولاي الساحرتين اللي كنت هتاخدهم القصر هربوا بره البلد. الملك ابتسم بخباثة لانه عارف بالملي هم رايحين فين وعايزين يلاقوا ايه. البنات وهم في طريقهم للجبل جيل بدأت تحكي قصتها لجونج بدموع وقالت لها انا وامي جينا من بلاد بعيدة علشان ندور على جدي، بس الجنود الغدارين قتلوا امي واحنا في السكة، ومن يومها وانا مستخبية في البيت المهجور ده وبموت من الخوف. جونج طبعا صعبت عليها وطبطبت على كتفها وقالت لها بقولك ايه، ما تيجي معايا المستقبل وتفكك من الزمن المسخ اللي انت عايشة فيه ده، هناك هتكوني حرة وتعملي كل اللي نفسك فيه ومفيش جنود هناك ولا حد يقدر يجي جنبك. جيل فرحت ووافقت على طول ووصلوا لقمة الجبل وقعدوا يقلبوا الارض، بس الشنطة فص ملح وداب ومفيش ليها اي اثر. وفجأة طلع لهم الملك من ورا الشجر وكان مستنيهم وعارف انهم هيجوا لهنا علشان يدوروا على الشنطة. جونج صرخت في وشه بدون خوف وقالت له انا عايزة شنطتي وبس. الملك شاور للحراس فجابوا لها الشنطة ووريها لها، وبكل ندالة راح حدفها تاني من فوق حافة الجبل. وجونج شاطت وجابت اخرها وقعدت تشتم فيه بأسوأ الالفاظ اللي حافظاها واللي تعرفها من المستقبل. الملك بصلها بشر وقال لها انت عارفة عقوبة اللي يشتم الملك ايه حلوة؟ ردت وهي بتعيط وقالت له هات لي الشنطة دي وانا هعمل لك اي حاجة تطلبها مني. والمشهد بيتقطع هنا، وتاني يوم الصبح بنشوف البنتين مربوطين في الحبال وبيجروا بيهم وسط المملكة وسط حراسة مشددة. البنات كانوا بيموتوا من الرعب، والمفتش الكبير وقف قصاد الملك وبدأ يوز ويقول له انت جايب البنت دي هنا ليه ومخليها عايشة؟ انا مش هكتفي بقتلها، انا عايز اعذبها الاول قبل ما تموت. جونج كانت واقفة وبتبرطم في سرها وبتقول دي ساحرة قوية يا ندل، والله لو معايا مسدس من بتوع زماننا لكنت فجرت دماغك دلوقتي وريحت الدنيا منك. وفي نفس الوقت ده الكاميرا بتاخدنا المشجو، ومشجو كانت واقفة بتعلم الستات الجواري اصول الرأس الملكي، بس عقلها ما كانش معاها، وقاعدة تفتكر كلام جايسون لما هربها من السجن وكان قال لها الملك راجع القصر ومعاه بنت المحافظ الجميلة والبنت دي سحرته واكلت عقله وقلبه، يعني الملك هيرميكي في الشارع وتخسري مكانتك بأسرع ما يمكن. ونصحها وقال لها لازم تغري الملك وتوقعيه في شباكك بأي طريقة علشان نلاقي فرصة ونخلص عليه ونرتاح. وفجأة الخدامة بتاعتها دخلت جري وقالت لها يا هانم الملك ما جابش بنت المحافظ أصلا، ده جاب واحدة تانية اسمها جونج. الإشاعة دي انتشرت في البلد كلها زي النار في الحطب والكل صدقها. فوهم ماشيين في الشارع متكتفين الأطفال بتوع المنطقة بدأوا يحدفوا جونج وجيل بالحجارة والطوب ويقولوا البنت سوكا العبيطة، البنت سوكا العبيطة. والحراس جم بغشم وقعدوا يضربوا العيال ويزقوهم علشان يمشوهم، بس الملك زعق فيهم وقال لهم بس يا بابا انت وهو سيبوهم في حالهم ومحدش له علاقة بيهم. وبص للناس وقال بصوت عالي الستات دول الخادمات بتوعي ومحدش يجرؤ يحدف عليهم طوبة واحدة. يا محمد يا نمر لم نسوانتك وعيالك من هنا يا محمد يا نمر. الكلام ده ضايق جونج وحست بالإهانة أكتر، وأول ما دخلوا بوابة القصر مشجو طلعت تجري بدلال واترمت في حضن الملك وقالت بمسكنة وحشتني
قوي يا مولاي، وحشتني قوي يا حبيبي. مين البنت الغريبة دي وجايبها معاك ليه؟ هو أنا مش مكفياك ولا حاجة؟ الملك زقها بعيد عنه ببرود وقال لها البنت دي مش إنسانة طبيعية أصلا، دي ساحرة ظهرت لي بسبب لعنة قديمة ودلوقتي جاية تطاردني في أحلامي. مشجو سألته بخباثة وأنت ناويلها على إيه يا مولاي؟ الملك مسك وش جونج بغشم وقال هعذبها لحد ما تطلب الموت ما تلاقيهوش، هخلي أيامها كلها سواد في سواد. جونج طبعا اترعبت من المنظر والتهديد. وبص بقى يا سيدي، طالما مشجو طلعت خطيرة كده وبتخطط لقتل الملك وجونج غرقانة في مشاكلها، ما تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش، ودعمك ده هو الشحنة اللي بتخليني أكمل واجيب لك أحسن ملخصات الكدراما الكورية الحصرية. ويلا نرجع بينا يا حلوين علشان نشوف الساحرة هتعمل إيه. وعشان بس نكون على نور ومحدش يتلخبط في شخصية مشجو، زي ما قلنا قبل كده أمها كانت بتدير مكان مشبوه وأجبرتها تشتغل فيه وهي صغيرة، وبعد ما أمها باعتها للراجل الغني، مشجو قتلت الراجل ده بدم بارد واترمت في السجن لحد ما ظهر لها جايسون عدو الملك وحررها. وجايسون هو اللي زرعها في القصر وخلاها محظية الملك علشان تكون عينه وجاسوسة له وتستغل أي فرصة علشان تخلص على الملك وتقتله. يعني من الآخر مشجو مش بتحب الملك ولا طايقاه، دي داخلة القصر في مهمة اغتيال واضحة وصريحة. نرجع للمشهد ومشجو بدأت تتمايل وقالت للملك طب يلا ندخل جوه يا مولاي قبل ما برد الشتاء يقرص عليك ويتعبك. جونج كانت واقفة بتموت من الرعب لأن نظرات الناس ليها كان كلها غل وشماتة. والملك أمر الحراس وقال لهم خدوا البنت دي وودوها في حتة بعيدة خالص ومش عايز حد يعرف لها طريق جرة. وبعدها الملك قعد مع مشجو علشان الدكتور يعالج له جرح السهم اللي في كتفه، واللقطة دي بتأكد إن غالبا مشجو هي اللي ورا السهم ده. الدكتور وهو بيربط الجرح قال للملك الحمد لله إن النزيف وقف في وقته وإلا كانت هتحصل مضاعفات تخرب الدنيا. الملك افتكر في لحظتها إن جونج هي اللي أسعفته وأنقذت حياته في الغابة، ومشجو سألته بفضول ومين اللي اتجرأ وعمل كده يا مولاي؟ والملك رد عليها بخبث البنت الجديدة هي اللي عملت كده. مشجو حاولت تسحبه في الكلام وسألته طيب وانت وديتها في انهي حتة دلوقتي؟ بس الملك قفل السيرة وما ادهاش عقاد نافع. وتاني لقطة بنشوف المكان الخاص، وده طلع سجن محصن تحت الأرض ومرعب وخطير ومش أي حد يقدر يوصل له. جونج قعدت في زاوية السجن تدعي على الملك وتشتمه وتقول الله يقطعك يا بعيد، أنا أنقذت حياتك وداويت جروحك ويكون جزاتي إنك ترميني في سجن تحت الأرض. بس جيل الغلبانة قالت لها بالعكس، أنا شايفة إن الملك ده راجل طيب جدا، ده دخلنا الحمام وخلانا ننظف نفسنا وجاب لنا هدوم جديدة، وأهو حالنا اتحسن كتير عن الأول. وعلى الجانب التاني مشجو كانت بتغلي وقلقانة بعد ما عرفت مكان السجن الخاص وخايفة لا يكون الملك بدأ يميل لجونجو ويحبها، فأمرت خدمتها تروح تنبش ورا البنتين وتعرف أصلهم وفصلهم إيه بالظبط. وبعدها الكاميرا بتروح للمطبخ الملكي وبنشوف 2 طباخين كبار وهم بونجو وسوك واقفين يجعجعوا وبيدوا أوامر لباقي الرجالة، وكانوا بيتكلموا بتريقة عن الساحرتين اللي وصلوا القصر الملكي النهاردة. وفجأة دخلت عليهم الليدي كيم ودي المشرفة الكبيرة على أكل العيلة الملكية، وحطت قدامهم منيو أكل بتاع النهاردة. وبعدها راحت تقابل جدة الملك وحكت لها كل الحكاوي والإشاعات اللي طلعت عن الساحرتين في المملكة. ومشجو كانت لسه قاعدة على نار وخايفة تترمي بره القصر لو الملك عشق جونج. وفي اللحظة دي وصل المفتش الكبير ومشجو جريت عليه وسألته وقالت له انت ليه ما جبتش بنت المحافظ معاك زي ما اتفقنا؟ المفتش قال لها ببرود الملك هو اللي رفض وما اداش اي حد فرصة يتناقش معاه. ولما سألته طب ومين البنت الجديدة دي؟ رد عليها وقال لها معرفش عنها حاجة، وراح لها علبة مليانة مجوهرات وألماظ علشان يسكتها. مشجو عينيها لمعت وقالت له عايزاك تقلب الدنيا وتدور على عيلة المحافظ اللي اتدمرت دي وتجيب بنته للقصر بأي طريقة وفي أسرع وقت. المفتش الكبير خرج وأخد أبوه على جنبه وقال له البنت مشجو دي بتلعب بديلها وخاينة ولازم نعلمها درس مش هتنساه طول حياتها. وفي نص الليل بنشوف راجل متنكر ولابس قناع بيتسلل جوه السجن وبحركات سريعة قتل كل الحراس وفتح الزنزانة وحرك جونج وجيل واخدهم وطلع يجري
بيهم. وطبعا خبر الهروب وصل لمشجو، وقامت تصوت، وجونجو وهي بتجري بره القصر لقت الساحة مليانة ناس لابسين أقنعة وبيعملوا طقوس واحتفالات غريبة، وقعدت تتلفت حواليها وتفتش على الراجل المتنكر اللي أنقذها علشان تشكره. وأول ما قفشته وشالت القناع من على وشه اتصدمت ووقعت من طولها لأنه طلع الملك بنفسه. يعني كل الفيلم ده والهروب والقتل كان مجرد لعبة وسلاية بالنسبة له علشان يضيع وقت فراغه مش أكتر. بعدها الملك صفر، فظهر الراجل اللي أنقذهم بجد وساعد في الخطة، وطلع واحد من رجالة الملك المقربين واسمه جونج جيل. الراجل ده كان طويل وعريض ووسيم جدا، فجيل الصغنونة أول ما شافته سبلت عينيها ووقعت في غرامه من أول نظرة وقالت يا ربي أنا نفسي أتجوزه واخده معايا المستقبل. جونج برقت وقالت لها انت اتهبلت في عقلك يا بت، ده واحد نصاب ومجرم وتابع للملك. الملك ضحك وقال لها بالظبط ده مجرد ممثل وبيشتغل معاه باليومية والفلوس. جونج جيل غمز لجيل وطلع يجري، والبت طبعا أغمى عليها من الفرحة. الملك ادى لجونج جيل صرة فلوس وورقة مكتوب فيها تعليمات، وقال له عايزك تقلب البلد وتعرف لي مين الراجل الندل اللي ضربني بالسهم في الغابة. وده بيثبت ان جونج جيل مش مجرد كومبارس، ده العقل المدبر والجاسوس السري للملك في كل حتة. جونج لوت بوزها وقالت للملك بزعل ما كانش ينفع تلعب بأعصابنا وتعمل الفيلم الهندي ده على فكرة مولاي. الملك رد عليها ببرود وقال لها والله انا حر، دي كانت مجرد تسلية مش اكتر، ودي مملكتي وانا اعمل اللي انا عايزه. وبعدها امر الحراس يسخنوا سيخ حديد على النار لحد ما يحمر، ومشجو وصلت المكان علشان تتفرج على العرض والشماتة مالية عينيها. ربطوا جيل على الكرسي وخلاص هيحرقوا جسمها بالسيخ المولع نار، فجونج صرخت وبدأت تتوسل للملك ودموعها مغرقة وشها وقالت له ابوس ايدك سيب البنت الغلبانة دي في حالها، وانا مستعدة اعمل لك اي حاجة تطلبها مني. الملك ابتسم وقال لها خلاص طالما قلتي كده يبقى تدخلي المطبخ وتطبخي لي اكل على مزاجي النهارده. جونج وافقت فورا وقالت بس بشرط اخد جيل معايا المطبخ لانها المساعده بتاعتي وما اقدرش اشتغل من غيرها. وبالفعل اخدوا البنتين وودوهم المطبخ الملكي، بس طباخين القصر الرجاله وقفوا لهم وقفه رجل واحد واعترضوا وقالوا ممنوع، مفيش حريم بتطبخ للملك، الطبخ هنا للرجاله وبس. بس طالما الامر جاي من الملك شخصيا محدش يقدر يفتح بقه ولا يقول بم. فاخدوا الاذن وبدأوا يشتغلوا، وواحد من الطباخين قرب من جونج وسألها بخبث وانت بقى اتعلمت الطبخ فين يا شاطرة؟ ردت بثقة وفخر وقالت له وحتى لو قلت لك مخك القديم ده مش هيستوعب ولا هيفهم انا درست فين. وبدأت تشتغل بنتنا بحرفية عالية، وجابت لحم الغزال اللي الملك اصطاده وقررت تعمل بيه أكلة مبتكرة وما حصلتش في التاريخ، واستخدمت نوع زيت طهي متميز وهو نفس الزيت اللي كسبت بيه الجايزة بتاعة فرنسا. والخبر طار ووصل لجدة الملك فاتفاجئت، ووصل لمشجو الشريرة فجالها ذهول وصدمة. وبعد شوية الأكل جهز وتقدم للملك اللي كان قاعد مأنتخ في أوضته وبطنه مكشوفة ومبهدل. فجونج بصت عليه وقالت في سرها يا ربي على المنظر ده، ملك ده ولا شحات على باب جامع يا اخوانا. وقعدت تنتقد شكله العك وما كانش عاجبها الوضع خالص. والملك بص للطبق وسألها عن الأكلة دي، وأول ما داق أول قطمة جاله شعور بالفرحة والسعادة لا يوصف، وحس كأنه اتنقل لعالم تاني وجنة الطباخين فتحت أبوابها عليه. الملك بصلها بانبهار وسألها تاني انت جاية من أنهي مكان بالظبط؟ عرفيني، قوليلي المكان اللي رماكي علينا يا بنت الناس. ردت بنفس الإجابة وقالت له قلت لك أنا جاية من المستقبل. فهز راسه وقال في سره البنت دي طقت في مخها واكيد مجنونه، انا ازاي اقدر اصدق واحده؟ البنت دي لازم تروح لدكتور نفسي. بس للاسف الطب النفسي عندهم ما كانش لسه اكتشف في الوقت ده، ودي تجويده بسيطه من عندي كده محبه ليكم يا اصدقائي. يعني في الوقت ده مشكو كانت واقفه بره وبتموت من الغيظ وعايزه تدخل الاوضه باي طريقه، بس الحراس منعوها وقالوا لها الملك اصدر امر ممنوع اي حد يدخل عليه دلوقتي. وقعدت تتخانق معاهم وتزعق لحد ما عرفت تلمح اللي بيحصل من ورا الباب. واول ما لمحت الملك قاعد مع جونج وبيضحكوا دمها اتقلب وغارت غيرة السنين. الملك لمح كركبه بره فزعق وقال مين اللي بره؟ مين اللي بيعمل الدوشه دي يا بهايم؟ مشجو دخلت وقالت بمياعه انا جايبه لك حاجه هتعجبك قوي يا مولاي. الملك صدها وقال لها مش فاضي دلوقتي، هاتيها بعدين واخرجي بره. خرجت وهي بتجر ديول الخيبه بتاعتها
والتفت الملك لجونج ومسك ايديها جامد وقال لها انا خلاص اخترتك انت بالذات. جونج ضربات قلبها زادت وحصل عندها قلق، وقعدت تقول في سرها يا نهار مش فايت، لا يكون الراجل ده عايزني ابقى محظيته وعشقته، انا بنت مودرن وبتاعه ديليفري مش بتاعه حريم وسلاطين، وده ممكن يبوظ التاريخ كله ويخرب كل المستقبل اللي جاي. وبعد ما خرجت من الأوضة طلع لها المفتش الكبير في الممر وقرب منها وقال لها في السر عايزك تكوني عيني جوه الأوضة وتتجسسي على الملك وتقولي لي على كل دبة نملة بتحصل وأي حاجة الملك بيعملها. جونج نفضت إيدها ورفضت فورا وقالت لأ طبعا، ده لو عرف هيطير رقبتي في ثانية. المفتش ضحك وقال لها يا بنتي افهمي، الملك النهاردة طرد مشجو لأول مرة في حياته بسببك انت والأكل بتاعك، ومشجو دي ست عقربة وخطيرة ولو طالتك هتقتلك وتخلص منك في ثواني، فأنا الوحيد اللي هقدر أحميكي من شرها، بس في المقابل تسمعي كلامي وتنفذي أوامري بالحرف. جونج فكرت وقالت ماشي موافقة، بس بشرط تجيب لي شنطتي الضايعة، وقعدت تشرح له يعني ايه شنطة يد ومواصفاتها ايه، والمفتش فهم قصدها وقال لها موضوع الشنطة ده مش سهل خالص لان الملك مخبيها في مكان سري جوه القصر، وللأسف والله يا بنتي المكان ده محدش بيوصل له خالص. في الناحية التانية مشجو كانت بتغلي من الغضب وسألت خدمتها اعمل ايه في المصيبة دي وعايزة اخلص من جونج دي فورا. الخدامة الخبيثة قالت لها سيبك من السلاح، احنا نسلط عليها طباخين المطبخ يضايقوها ويسودوا عيشتها لحد ما تطفش وتهرب لوحدها. وبالفعل الطباخين الرجالة ولعوا البوتاجازات على الاخر علشان المطبخ يبقى جهنم، ولموا صراصير وحشرات وحطوها في الاكل عشان يقرفوهم. بس على مين يا بابا؟ جيل بحكم انها عاشت في الغابة ومتربية في وسط الوحوش الحاجات دي بالنسبة لها لعب عيال، وقدرت تسيطر على الوضع وتنظف المكان في ثانية. البنات رجعوا الزنزانة وقعدوا يدعوا على الملك المفتري، والكاميرا بتاخدنا لنفس المشهد اللي بدأنا بيه الحكاية خالص أول الفيديو. الساحة مليانة ناس والكل بيصرخ وعايز رقبة جونج، بس الملك وقف وقال بحسم أنا الملك هنا، القرار قراري أنا وبس. وطبعا الخدامة بتاعت مشجو هي اللي كانت مسؤولة عن نشر كل الإشاعات دي وسط الناس. وبنرجع للمشهد الصادم وجونج واقفة مستنية السيف ينزل على رقبتها والناس بتهتف بموتها، وفجأة الملك نطق وقال من النهاردة البنت دي هتبقى رئيسة المطبخ الملكي وطبختي الشخصية، وهتطبخ وتقدم لي أكل جديد وفريش كل يوم ومفيش صنف هيتكرر، ولو الأكل في أي يوم ما عجبنيش هطير رقبتها على طول. الوزراء والمسؤولين الكبار في البلاط الملكي قعدوا يبرطموا وزعلوا جدا إن الملك بيسمع لكلام بنت غريبة لسه شايفها من يومين اتنين بس، وما بيسمعش لنصايحهم هم الدبلوماسية. والخدامة راحت لمشجو وهي بتعيط وبتعتذر لها إن الخطة فشلت والبنت للأسف ما ماتتش، بس مشجو عقلها شيطاني وما بتغلبش، وطلعت بفكرة جديدة وخبيثة وراحت لجدة الملك وقالت لها بمسكنة يا جلالة الملكة البنت الجديدة دي هي اللي دبرت وخططت لمحاولة اغتيال الملك في الغابة، والملك عارف بكده وطالب مني أخبي السر عشان خايف عليها. الجدة برقت وعينيها ضربت شرار وقالت نعم، طب والله لعمل لها مسابقة طبخ كبيرة، ولو البنت دي خسرت وفشلت هقطع ايديها الاتنين علشان ما تطبخش تاني ابدا. وفي الوقت ده العساكر خرجوا جونج وجيل من الزنزانة وودوهم لأوضة نظيفة وواسعة جوه القصر. البنات طاروا من الفرحة لأن الأوضة كانت دافية جدا بعكس السجن اللي كان بيجيب روماتيزم وساقعة جدا، وجابوا لهم كمان يونيفورم وهدوم مطبخ جديدة وشيك جدا علشان يلبسوها ويدخلوا بيها المطبخ الملكي وهم بهيبة كده وليهم شمخة كبيرة. وتاني يوم الصبح بنشوفهم بعد ما أخدوا حمام تمام وغيروا الهدوم وكانوا في طريقهم للمطبخ، بس كل الموظفين هناك كانوا بيتعاملوا بقلة ذوق ووقاحة ورفضوا يساعدوهم في أي حاجة. جونج جابت آخرها وزعقت فيهم وقلبت العين الحمراء وقالت لهم اسمع انت وهو، أنا المسؤولة هنا وكبيرة الطباخين بأمر ملكي، وأنا مش جاية أطبخ بإيدي، أنا جاية أراقبكم كلكم وأشرف على شغلكم علشان ده أمر جلالة الملك. الموظفين كلهم اترعبوا وخافوا لا تغلطهم قدام الملك ويروحوا في 60 داهية. وفجأة وصلت الليدي كيم وأخدت جونج من إيديها علشان تقابل
تقابل جدة الملك اللي كانت قاعدة جنبها العقربة مشجو. الجدة بصت لجونج من فوق لتحت وقالت لها بلقم: انت بقى الكبيرة هنا يا حبيبتي، اسمعي يا شاطرة، في مسابقة طبخ هتتعمل، ولو اكلك ما طلعش توب التوب وما عجبنيش هقطع ايديك الاتنين. جونج اترعبت وبصت لايديها بصدمة، وبعدين لفت ولمحت مشجو واقفة وبتتسحب وبتبتسم ابتسامة شماتة. فهمت على طول ان الفيلم الحمضان ده كله من تحت راس مشجو، والمفتش الكبير بعت رسالة سرية للملك يبلغه بحوار مسابقة الطبخ والتهديد بقطع الايدين. وبدأت التحضيرات جوه القصر والكل قاعد يجري، ومشجو كانت هتموت من الفرحة وواثقة ان الساحرة دي هتقع في شر اعمالها وتخسر، وبالفعل يتقطعوا ايديها الاتنين. والملك دخل القصر وراح يقابل جدته اللي ما خدهاش في احضانه من زمان، وبحكم انهم عايشين في اجنحة بعيدة عن بعض في القصر الكهين ده وما بيتقابلوش غير كل كام اسبوع مرة. الجدة كانت فرحانة انها شافته، بس الملك ما ادهاش فرصة ودخل في الموضوع على طول، وكانت عينه حمرة وقال لها بحسم: الكلام اللي قلتيه ده ما يمشيش عليا. اولا البنت دي الطباخة بتاعتي الشخصية ومحدش يقدر يلمسها، وما تقدريش تقطعي ايديها ولا تعملي معاها اي حاجة، مفهوم ولا لا؟ بس طالما انت مصرة على المسابقة وعايزة تعملي تحدي، يبقى اللي يخسر فينا ايديها تتقطع، مش يونج بس. واضاف بخباثة ان علشان المسابقة تكون عادلة لازم العقاب يكون مساوي على كل الاطراف. وبالفعل جابوا ادوات السطور وقطع الايدين وحطوها قدام جونج في الساحة. والبنت كانت واقفة بتموت من الرعب ولمست ايديها وبدأت تفتكر نصايح ابوها وهي بتعيط، وعرفت انها بينتظرها مواجهة حاسمة ولازم تطلع كل مواهبها في المطبخ علشان تقدر تعمل اكلة سحرية تقلب الموازين النهاردة، والا هتقضي بقية حياتها من غير ايدين. الملك قعد على الكرسي بتاعه وبصلها بغموض وقال في سره: لو انت بجد جاية من المستقبل ومعاكي اسرار متطورة يبقى لازم تثبتي ده النهاردة وتبيضي وشي قدامهم كلهم. ولحد هنا وبيخلص الجزء ده من حكايتنا المثيرة. ما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك جميل للملخص وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكونوا أول حد يشوف الجزء الجديد من المعركة الطبخية الكبرى، واشوفكم على خير يا أصدقائي.